صباح الخير. قالك لما تيجي تاخد قرار، سواء انت فاتح محل بقالة او وزير او غفير، لو انت اب وام وعايز تاخد قرار، لو انت راجل في القطاع المالي المصرفي، البنوك، عشان الاي سي ار، عشان كفايه تصميم الاجراء الرقابي. قالك في 5 حاجات رئيسيه عشان تطمن ان انت قرارك مكتمل، توجيهك لعيالك مكتمل، اجراء رقابي اللي انت حاطه عشان مراقب الحسابات هيراجع عليه عشان يطلع التقرير المركزي يكون مكتمل. قالك اول حاجه بنقولهم بالبلدي هم 5 حاجات رئيسيه. قالك مين لازم يكون الاجراء موجود فيه، مين بيعمل ايه، ازاي، كل قد ايه، عشان ايه. مين اللي هيعمل، لازم توحد. ما ينفعش ترفع سماعه التليفون تقول للناس ده 20 واحد قاعدين، ما تقولش انت عايز من مين اللي يعمل الحاجه، مين يعمل التاسك. انت مش محدد، فلازم تحدد مين، لان ممكن يكون عندك مشكلتين، وده ان هو غير مؤهل او ان هو عنده تضارب في المصالح. الحاجه الثانيه هتعمل ايه بقى، تقول فلان بيعمل كذا ويعملها ازاي، عشان ما يروحش يعمل حاجه ترجع تهزقه لان هو ما عملهاش، لان انت ما قلتلوش يعملها ازاي اصلا. فلازم تقول له يعملها ازاي، كل قد ايه دوريتها، كل اجراءات دوريه الاجراء فريكوانسي بتاعته. فلازم تحدد هتعمله يا جماعه كل يوم، كل اسبوع، كل شهر. ما حددتش، انت اللي غلطان. عشان ايه؟ اخر حاجه، عشان اما ان انت بتحط قرار او بتدي توجيه عشان تمنع مشكله او تكتشف مشكله او تصحح مشكله. فلازم تكون مدرك انت بتقول ايه عشان يطلع قرارك صح، ويبقى الفريكوانسي ومين هيعمل ايه ازاي مصمم ان هو اما يمنع، اما يكتشف، اما يصحح، سواء في البيت او في الشارع او في الشغل.